ازيكم عاملين ايه؟ منورين دايما قناة يومك اجمل مع ام فارس. دي تورته مقاس 22. هقول لكم المقادير بتاعتها. يلا نسمي الله ونصلي على رسول عليه افضل الصلاه والسلام. معايا هنا نص كيلو دقيق اسبونج، عليهم 6 بيضات، عليهم معلقه محسن جل ورشه فانيليا ومعلقه صغيره خل ونص كوبايه ميه. طبعا المقادير دي ثابته في كل تورته. النص كيلو دقيق اسبونج عليهم 6 بيضات، نص كوبايه ميه، معلقه محسن جل ورشه فانيليا. غير كده ما بتحتاجش. ضربتهم على السرعه البطيئه وبعد كده عليت السرعه عليهم. جبت هنا الصواني بتاعتي، عملت المقاس على 22 وفي صاج واحد وخبزتهم. وطبعا كده شايفين القوام العجينه متماسك عامل زي الكريمه بالظبط. طبعا بعد كده ما حطيتهم في الصواني هزيت الصاج بتاعي عشان الهواء يخرج منه. وبعد كده ما بتقعدش معاكي حاجات بسيطه خالص، لان طول ما انت بتسوي التورته في صاج بتطلع معاكي بسرعه وبتطلع هشه وما شاء الله عليها. كده قطعت كده الطبقات. كنت بقى عاملاها بالليل وقمت الصبح عملتها وعملتها بالمنشار. ال4 طبقات. اول طبقه كده عملت نصها شوكولاته، يعني عملت جناش شوكولاته على الكريمه، لان كان في اليوم ده ما كانش عندي كاكاو. فقلت خلاص اتصرف، جيت على الكريمه وحطيت جناش شوكولاته. عملت كده ال4 طبقات وبعد كده جلستها بالكريمه كلها. طبعا زي ما انتوا عارفين المشروع بتاعي ده انا كنت فاتحاه ببيتي، يعني مشروع صغير كده على قدي. كنت بعمل في اليوم تورته واتنين وتلاتة، بس الوقت العمل خف شويه وانا بصراحه يعني كده عدت حاسه ان انا بظلم الناس وبتظلم. المواد غلت جدا والوقت الله المستعان. انا مش عارفه الاسعار مودينا لفين. والصاجين دوم انا خبزت كل صاج فيهم ربع دقيق سبونج. عملت بيهم دستة سويس رول. طبعا انا جبت معاكم الشرح ليها قبل كده، فدي كانت ان بعد ما قطعتها وزينتها يعني. هاجي بقى للتورته بتاعتي، كنت سايباها في الفريزر عشان اقدر اتحكم في الرسمه ان انا اعمل لها شكل معين يعني. وكانت العميله طالبه يعني التورتايه يكون فيها اللون الاحمر. عملتها وطلعت رقيقه جدا. جبت هنا بقى الجناش بتاعي، جيت كده على النص التورته وعملت جناش شوكولاته، والنص التاني عملته جيلي فراولة. وانا طبعا مش هسيب المشروع بتاعي، يعني هفضل مكملة للاخر ان شاء الله. بس مستنية شوية لان الناس فعلا بقت مضغوطة. فانا حاسة بالناس لان كلنا بنتعرض لمسؤوليات تانية، يعني مش هنقضي وقتنا عمره كله انا وانتي ناكل تورته، يعني لا، في حاجات تانية بديل عن التورته. يعني انا لو مثلا انا عندي اولاد، لو هجيب مثلا مش هجيب كل يوم تورته مثلا، يعني التورته هجيبها في المناسبات علشان الوقت في ضغوطات تانية زي ما انا قلتلك محتاجة حاجة تانية بديل التورته. فان شاء الله انا مش هسيبه، هفضل يعني شغالة فيه، بس الاسعار تثبت بس علشان مظلمش الزبون في التورته غالية او رخيصة. مستنية بس لما الاسعار تثبت. كده كنت عاملة النص اللي انتوا شايفينه الجناش شوكولاتة، وبعد كده كملت النص كله وعملت روزيتات كده بلون الجناش وروزيتات بلون الجيلي فراولة. وجيت كده عملته من فوق روزيتات زي ما انتوا شايفينها كده. بعد ما عملت لها بقى كده فراشات وزينتها كانت شكلها جميل جدا، وبصراحة كان ذوقها رقيق. وطبعا انا بشهادة الناس كلها اللي اتعاملت معايا الشغل بتاعي شغل جميل جدا. انا مش بشكر في نفسي، لا، دي رأي الناس اللي قالوه عني. وطبعا والله انا بحب شغلي جدا جدا ونفسي اكمل فيه. بس ان شاء الله اما اجيب مواد، يعني كنت الاول بجيب شكارة دقيق فانيليا وشوكولاتة، وكنت جايبة شكارة كريمة، وكنت جايبة القعدات والكراتين، وكله كان عندي يعني حاجات كتير. بس دلوقتي الناس عمالة تاكل في بعضها من كتر الغلا بتاع الأسعار. فإن شاء الله الدنيا كده تيسر وارجع تاني أجيب مواد واشتغل زي الأول بالظبط. بس الناس تتقي الله في بعضها شوية
وبلاش كل الناس بتغلي على بعضها. يعني الناس بتبقى جايبة الحاجات في المحلات ومخزناها ويبيعوها دلوقتي بكل يوم سعر زيادة، كل ما بتروحي ساعة زيادة بيغلوا السعر فيها زيادة. انا عايزة اقول للناس اتقوا الله في الناس علشان الناس تقدر تعيش. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، وما تنسونوش في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله ينزلوك على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.